أهلا بيكم في نباش تاريخ. يوم 14 سبتمبر سنة 1872 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر بيقول إن في أخبار اتنشرت في أوروبا إن الخديوي إسماعيل دخل في حرب مع الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، وإن بعض الولايات الحبشية وقعت في يد الجيوش المصرية. والأخبار الإنجليزية بتقول إن سبب الحرب دي إن الطريق بين البحر الأحمر وبوجوس اللي هي في إريتريا دلوقتي، في الطريق ده كترت السرقات والتعديات والناس بطلت تمشي فيه. وبيكمل الخبر وبيقول إن في جورنال فرنساوي كذب الخبر وقال إنه اتأكد من الأخبار الواردة من هناك، وإن الأخبار إن مصر اتعدت على أراضي الحبشة ده مش صحيح، وإن مصدر الأخبار الغلط دي إن واحد من ولاة الأراضي المجاورة لمصر وقع بينه وبين ولاة تانيين خلاف، وانتهى الأمر بإن الولاة اتعدوا على الأراضي المصرية وأخدوا من رعاياها حوالي 600 أسير. فلما عرفت حكومة الخديوي الكلام ده بعتت رجالة الجيش عشان يحرسوا الثغور المصرية علشان محدش يهاجمها تاني. فده ترجمته للصحيفة دفاع مش هجوم. وكتأكيد على الكلام ده بيكمل الخبر إن في عائلات كاثوليكية كتيرة هاجرت من هناك وجات مصر، وأكدت العائلات دي إن الحكومة المصرية عندها روح إنسانية وكانت ملجأ أمين ليهم. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.